يا صباح النشاط وصباح الجمال وصباح السعادة عليكم أحلى وأجمل إخوات في الدنيا. تعالوا كده نبتدي ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعة، أنا بجد يعني صباح النشاط اللي وحشني. يعني عارفين الواحد ما بيعرفش قيمة الحاجات دي، يعني غير لما بيتعب شوية كده ويقعد. فدايما نقول ربنا يا رب يديم علينا صحة ويقوينا ويدينا ونعمل الحمد لله. اوعي ابدا تستخسري نفسك في اي حاجة تقدري عليها. بس عايزة اقول لكم على حاجة، بس خلونا نبتدي الفيديو معايا كده. دول كانوا يا جماعة قسما بالله، ما علينا يا جماعه، معلش الجرس بيرن كالعاده ان كل ما اجي اسجل معاكم الفيديو الجرس يرن. كنت بقول لكم ايه؟ كنت بقول لكم قسما بالله دول يومين اول لما رجلي بدات ان هي توجعني وتورم من غير سبب وكده، فكنت كسلانه جدا اني اعمل غسيل وكده. فقلت لا، اقوم كده اتنشط واشوف هعمل ايه قبل ما اروح للدكتور كمان، والموضوع كان يأفور معايا. بالفعل يعني اليوم ده غسلت فيه، وتاني يوم الصبح رحت للدكتور وكتب لي علاج، ما عملش اي حاجه، ورم لي رجلي تاني بزياده وتعبني والكلام دوت هنحكي كل حاجه. المهم حطيت دور، مسكت كده كل الفواتح غسلتها الاول. الكلام ده كان يعني قبل ما اعمل الروتين اللي هتشوفوه ده بيوم. قلت الم الغسيل بتاعي واخلص السبت كده مثلا اللي قدامي، عشان ابدا ان انا اشيل الملايات والفرش، ما يبقاش غسيل مكوم وابقى ماشيه بترتيب يعني. فزي ما انتم شايفين كده، وده كمان كان فاتح اهو، نشرته على الحبال وكده. وفي الادوار اللي غامقه بقى هبدا ان انا ادخل لسه اكملها زي ما انتم شايفين اهو. هكملها وهخلصها وهشوف هعمل ايه. عارفين مفيش اغلى من الصحه في الدنيا كلها، فدايما خلي بالك من صحتك، ما تجيش على نفسك لان الموضوع ما بيفضش. قسما بالله يا جماعه اللي اقوله لكم ده فعلا حرفيا انا بعمله، وده غلط ومش حاجه حلوه. يعني دايما نقول ايه، انا من النوع يا جماعه ان انا مثلا روقت شقه تحت عند حماتي وعملت البيت لازم كل حاجه تبقى نظيفه. كنت ساعات يعني ده اليوم اللي انا كنت كاشفه فيه، والدكتور قال لي ما لازم تريحي نفسك، وعملت معاكم فيديو المحشي اللي نزل لكم اللي هو قبل ده. فده طلعت بعده بالليل، يمكن كان رجلي بدات خدت العلاج والمسكن سكر لي الدنيا، وكنت بمشي اللي هو يعني سنه كده مش قادره امشي قوي. فالمهم طلعت بقى عملت الروتين اللي انتوا شايفينه ده. كان روتين صعب عليا قوي، رغم ان ممكن انا كان الاول بالنسبه لي عادي جدا، بس ده كان تقيل وصعب عليا قوي. الحمد لله على كل حال. فالحاجات مش بتفض، احنا كل يوم بنروق، كل يوم بنعمل اكل، كل يوم بنغسل، كل يوم. فاحنا نرتب نفسنا يا جماعه، ما نجيش على نفسنا اللي هو بقى مش ضغط على نفسنا، وفي الاخر نيجي يحصل لنا اللي بيحصل ده. ربنا يعافيكم طبعا ويديكم الصحه والعافيه. والله انا بقول لكم الكلام ده نصيحه من اختكم ليكم، ان انا ما وقعتش، ما اتخبطتش، ما حصليش اي حاجه. رجلي ورمت، قال لي مجهود، واقفه كتير على رجلك. وفعلا فعلا انا باجي على نفسي بزياده، بس الحمد لله انا بحب كده، مش حد غاصبني على ده، انا اللي بعمل ده، انا اللي حابه كده وبعمل. فالحمد لله، وان شاء الله ربنا يهديني على قد نيتي وعلى قد ضميري. فانا بقى لي كام يوم قاعده بقى، بصراحه الموضوع صعب عليا قوي، مش واخده على القعده، مش واخده على الكلام ده خالص. فطبعا ربنا يخلي لي مامتي ويخلي لي اخواتي. والله يعني اختي بصراحه مش سايباني، مامتي يوماتي عندي، ربنا يبارك لي فيها وفي صحتها ويخليها لي وما يحرمنيش منها ابدا، لان فعلا الام كل حاجه. ربنا يخلي لي اختي دي اصغر مني، بس اقسم بالله في مقام امي، بحس معاها كل حاجه حنينه. ربنا يبارك لنا في بعض، ربنا يا ربي يعني يبارك لنا في ده والحمد لله هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نكون كويسين مع بعض، بنحب بعض، نحب الخير لبعض. الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمه. بصراحه برضو بتيجي بتطل عليا من اليوم للتاني، يعني مش سايباني. ومامتي وماتي بقى عندي ربنا يبارك لي فيها. زي ما انتم شايفين الاوضه كانت فيها تراب فظيع، مش قادره ان انا اخش انام. يعني رغم اني تعبانه مش قادره اخش انام، بسبب ان انا بقول لكم يومين ما جيتش جنب الاوضه دي ولا جيت جنب حاجه في شقتي. اللي اقدر اعمله كنت باجي على شقتي وما اقدرش ان انا اعمل فيها حاجه. كانت مكومه تراب بالشكل ده. بصوا اوريكم يعني، بص خليتها قشطه على فكره، انا كنت فاصله ومسحها. بصوا يا جماعه المروحه دي انا لازما على الاقل يوم ويوم اطلع امسحها، عشان خاطر الاوضه دي فيها بلكونه. بصوا التراب، الحمد لله كميه تراب كانت في الاوضه. الولاد صعبانين عليا، لا مش ما يناموش كده. بص خليت المروحه فله ازاي. فقلت لا هقوم كده اتنشط
وابدا ان انا ايه اعمل. عايزه اقول لكم ان انا مثلا ايه فرشت لهم الطقم ده كده بعد ما نفضت التنفيذ ده، رحت فرشه لهم، نفضت السرير وفرشت الطقم ده ان هم يناموا عليه عشان هكمل الصبح، يعني هحط الملايه النضيفه الصبح وكده. فده بالليل لسه يعني حطيتها لهم كده، وبدات ان انا ايه اخش بقى انام وخلاص. يلا بقى ده تاني يوم بقى الصبح بقى يا جماعه هبدا ان انا افرش الفرش الصبح. تمام. انا اللي عملته بس نشرت الغسيل الاول، نفضت البلكونه، التنفيذ ده كان قبل المنشور الغامق بقى، يعني كنت نشرت الفاتح وبدات ان انا الم واعمل البلكونه عشان الصبح اقوم بدري مثلا وهم نايمين او زوجي نايم، يعني بالذات ولادي بيقوموا بدري وكده، فما نفضش قوي، يبقى تنفيذ بسيط ما اعملش ازعاج وكده. تمام. ما تروحوش مني بعيد، بس انا بحكي لكم اللي جوايا. انا بحب فيديوهات الروتين دي يا جماعه عشان انا بحس ان انا بتكلم معاكم كده من قلبي، بحكي لكم من قلبي. انا عندي المكان ده بيتملي تراب بطريقه مش حلوه خالص، فدايما الاوضه دي تعباني، يعني بقيت الشقه بس مش زي الاوضه دي يعني. تمام. لو وصلنا بقى لحد هنا اتمنى تعملي لاختك اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان كده تشجعوني. ويلا بقى كده يا جماعه، يلا بقى ايه الساعات بتمشي بالبطيء خالص ليه؟ عشان ايه بقى؟ اتفرجوا عليا وشوفوا، يعني لو في اي حاجه مش عاجباكم، في اي تعديلات عايزينها تحصل في الفيديوهات، انا طبعا يعني رايكم يهمني، واتمنى طبعا ان كل اخواتي وحبايبي يكونوا متقبليني انا شخصيا يعني، او بنتمنى نكون بنفيد حد ولو بحاجه بسيطه. وزي ما دايما بقول ان فيديو روتين بنشجع بعض، بنبقى عايزين بس لو انت مكسله ولا حاجه تقومي تتنشطي كده معانا، بس مش اكتر من كده. تنسوش دعواتنا لحبايبنا واخواتنا في الثانويه العامه، ربنا يسعدهم يا رب ويصلح حالهم، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح، ونسمع اخبار حلوه لكل طلاب الثانويه العامه، ولسه الامتحانات شغاله، ربنا معاهم وربنا يا رب يقويهم. هبدا بقى اخد الحاجات الحلوه بتاعت الدقيقه انفضها بره تنفيضه. على فكره انا الاوضه مضايقاني جدا، يمكن من ساعه ما نقلتها مش عارفه اعمل روتين معاكم، المكان ضيق جدا ورخم قوي قوي قوي، بس ان شاء الله ربنا يقويني كده وافك. والله العظيم اختي كانت موجوده عندي بتعمل لي يعني شقه وكده بتروقها لي، قالت لي هنقلك السرير، قلت لها عشان طبعا ما تعبهاش، لان زي ما قلت لكم في حاجات تحت السرير وكده، فلا ما رضيتش بصراحه. عايزه اقول لكم كانت بتعملها لي النهارده اليوم اللي بسجل فيه الفيديو، مش عارفه هو هينزل لكم امتى. كنت بوصلها كده عايزه اقوم، لا مش واخده على كده، بس الحمد لله ربنا يديها الصحه يا رب ويخلي لها اولادها يا رب ويبارك لها فيهم وتشوفهم احسن الناس يا رب، اللهم امين. الحمد لله، دايما نقول الحمد لله على نعمه ربنا، ودايما الشده دي بتبين الحلو من الوحش، بس ايا كان الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. دايما عاملي ربنا، ما تعامليش اي بني ادم على وش الارض. ان شاء الله بقى انا لما اروق كده واخف هبدا ان انا اشيل الاوضه دي ارجعها زي ما كانت، عشان بجد بجد يعني عامله لي ازعاج، يعني مش مرتاحه ولا عارفه ان انا اصور معاكم، ولا حابه ان انا اعمل فيها حاجه، مش مرتاحه مش مريحاني، حاسه ان كده مش منظمه كويس. بس زي ما قلت لكم انا لما نقلت كان خلاص دخلت عيد، وكنت بقى حاجات كتير قوي تحتها ونقلتها لوحدي، فده طبعا ما قدرتش ان انا ارجع اعملها تاني. وزي ما انا قلت لكم كان الموضوع عندي صعب، لان كنت ما شاء الله البيت فوق وتحت وكده، فكان ضغط عليا قوي، فقلت حلو قوي كده زي الفل. بصوا بقى زي ما انتم شايفين انا بقى اهم حاجه عندي اتخلصت من كل الاتربه اللي انتم شفتوها دي الاول تنفيض. وعايزه اقول لكم المروحه دي مسحتها كذا مسحه، يعني انا جبت لكم لقطات بسيطه كده. هبدا بقى ان انا امسك تلميعات بقى، بس عشان عملتها معاكم كتير مش عايزه اطول الفيديو اكتر من كده. لمعت تلميعات رهيبه بجد يا جماعه، يعني بصوا روقت الدنيا بقى كده، لمعتها ومسحت الحيطان وكل حاجه، وده الشكل النهائي. وبصوا بقى يا رب الفيديو يكون عجبكم، وده لما تبقى رايقه ومكانك نظيف بجد بجد ده بالدنيا وما فيها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب يكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، يا رب تخلي بالكم من نفسكم، وبجد ما تهلكوش نفسكم بزياده، على قدك اشتغلي، وكل يوم في حاجات وكل يوم بنعمل ومفيش اي جديد، احنا حياتنا كده. فانتي خلي بالك من نفسك، وعلى قد ما تقدري خافي على صحتك، مفيش اغلى من الصحه، وربنا يديكم الصحه ويديمكم نعمه في حياتي. لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو